في الحلقة الجديدة من برنامج هوليود الشرق افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما. سعيد جدا بالتكريم ده، وانا شايف ان الاهتمام بالمونودراما لان ده فن مش سهل خالص. يعني كان ليك جولة مؤخرا في العراق الحبيب وحضرت معرض الكتاب، لازم من خلالكم اشكرهم واحييهم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. اتعرض عليك التمثيل باللهجة العراقي، توافق؟ ده انا اتعلمها مخصوص يعني. أول تكريم طبعا من مصر. أبارك لإدارة المهرجان، ويعني اليوم كان الحفل ناجح بمقاييس النجاح المعروفة. بتهدي التكريم لمين؟ للعراق. كلنا هنا في مصر وأعتقد كل الأمة العربية قلوبنا مع فلسطين. النهارده بنكرم فنان من فلسطين، أستاذنا فنان شرف كبير لي أن أكرم الليلة على اسم فلسطين وفي القاهرة. لا كرامة لنا إذا لم تكن فلسطين كريمة. مجلس العقلاء عرض مسرحي يناقش قضايا المحليات. أنا شاهيناز النصابة. هو الملايين اللي لهفها أنا لهفتها منه. منتدى السلام الدولي يكرم عدد من نجوم الفن. من ضمن رسائل الفن نشر التوعية والوعي. يعني فخورة إن في هيئة في مصر مهتمة بالفن. رفضت لأن أنا ما أطلعش أم بلطجي، أنا بيسموني أم العظماء. عايزة كل أم تبقى مثالية وتربي ولادها كويس. السلسلة الجميلة دي بتحمل صورة من أعز طبعا الناس لقلبك. مش هخلع لحد ما أروح. سلام هدف العالم كله بيتمناه، دراما بنرسخ له دايما. اتمنى للعراق كل خير يا رب. كل سنة وانتم طيبين.